صباح الخير. اليوم نكمل تجربة علاج عرق النساء وانزلاق الغضروف في الديسك بلية الشاه، أو البعض يسميه دنب أو ثربة، حق شاه، حق نعجة، حق خروف. صراحة ما أفهم بالمسميات، لذلك كلمت خوي لي عنده مطعم قلت له أبغى لية شاه، ففهم على طول السالفة وقال لي ما عليك حاضر، وما قصر جابها وجاب واحدة نظيفة وعمرها صغير ويعني تأدي الغرض. الخلاصة أنه هو لازم يقولوا ترعى بمراعي، لكن إذا ما في متوفر فأنت يعني تستخدم الموجود، لأنه الخلاصة من الموضوع أنه تكون فيها دهون وطبيعية وغير مهدرجة. هذه طلعتها الحين كاسة من الثلاجة، فأطلعها وأسخنها شوي بالميكرويف. طبعا ما عندي وقت أسخنها بموية أو بطريقة ثانية، لكن بالميكرويف أتوقع ما في ضرر كبير يأثر على التجربة، حتى ولو كان في إشكالية أخرى. فالغرض هو التسخين فقط، يعني إذا سخنت وساح الدهن أو الزيت فهذا مطلوب. أدخلها الحين الميكرويف تقريبا دقيقة واحدة وأشوف كم. هنا 30 ثانية، نزيدها 30 ثانية وننتظر. أثناء ما سخنتها الصراحة صار ضغط فيها من تحت هنا، فطلعت لفوق، فسخن اللي تحت وسمعت صوت زي الانفجار شوية، انه طارت وصلة كبيرة، النص اللي فوق طار الى هنا وتناثر شوي في الميكرويف. طبعا يعني شيء طبيعي انه احيانا انا اسخن اشياء اخرى فتسيح شوية او يتسخن اللي تحت ويطلع لفوق، فمضطر اني اكمل اسخنها، ما في طريقة ثانية، عندي دوام لازم احرك بسرعة. ففعلا انه التسخين بغير الميكرويف قد يكون افضل بكثير، يعني على الاقل عشان ما يصير شيء زي اللي صار الحين. فالحين بطلعها واخليها تبرد شوي لانها حارة، بتكون طبيعي. وهذا اثار اللي انكب منه شيء شوي، حتى قاعد ينزل من فوق. بس انا نقول لكم التجربة بكل امانة وبكل شفافية، لانه هذا واجب كل واحد يقدم شيء للناس. يعني ما هو الموضوع انك تنزل شيء وفيه نوع من التدليس او عدم الشفافية، لا، هذه تجربة ونحن محاسبين فيها امام الله في كل شيء. فهذا هو الحين، خليه بس يبرد شوية واشربه على طول. هذا هو الحين لسه ساخن شوي، بحاول اشربه، امس قالوا لي اشربه مرة واحدة. طبعا انا خفت اني اشربه مرة واحدة، اخاف انه مثلا ينحشر في حلقي ويغثني شوي، لانه الدسومة شوي انا ما اقدر اشربها، وبشكل عام اي شيء مرة واحدة ما بقدر. فقلت بجزئه شوية واشرب على شوية شوية، حتى لو اني ما استصيغه، فاحسن من اني اشرب مرة واحدة وينحشر في حلقي وارجعه كامل واخسر التجربة. يعني انا يلا لقيت هذه اللية وسويت الطريقة الصحيحة بكل امانة. اتوقع ناس قليلة اللي سووا هذه التجربة ونشروها، فحبيت اني بكل امانة افيدكم وافيد نفسي طبعا. وبرضو اللي قالوا لي سكر انفك واشرب مرة واحدة، ممكن بخصوص الريحة، بصراحة ما له ريحة كبيرة، نظيفة وما في زفر كبير ولا في شيء. اللية نظيفة ولكن ريحتها غريبة، وليست ريحة مو كويسة، أو الريحة غريبة فقط، والطعم أغرب وأغرب، الله يعين. والله ماني قادر أحط الحين فمي هذا الكاس، لكن أمر. طبعا أشكر الجميع التعليقات الطيبة واللي دعوا لي بالشفاء، وإن شاء الله يشفي الجميع. والموضوع ما هو مرض كبير أو إنه مرض صغير، الموضوع ألم متواصل، شيء لا يطاق. يعني إيش اللي يحدك إنك تشرب وتسوي هذه الأشياء؟ هو الألم، ألم مستمر، يعني من أسفل الظهر لين أصابع القدم. فالشيء لا يطاق، ما بيفهم الكلام ذا إلا اللي يعاني من عرق النساء. فنحن نتحمل هذا لأجل الأصعب يعني. وناس قالوا لي وين حطيت الفيديو، رحت يمكن في العناية المركزة أو يمكن سدت الشرايين. لا، أبشركم الأمور بخير وما في أي ضرر يعني.
حتى ولو كان في ضرر ما أتوقع أنه بيأثر على شاب ثلاثيني مثلا ما عنده أي أمراض مزمنة. فمجرد يعني دهون طبيعية قد تكون يعني صحية وقد تكون غير صحية، ولكن ضررها ليس كبير. ضررها يعني إذا في ضرر مقارنة في الألم فلا شيء. وناس الله يهديهم يعني أول كثير، والمعذرة أني ما قدرت أرد عليهم صراحة بسبب الدوام، بسبب كثرة التعليقات يعني آلاف. فقالوا إيش النتيجة بشرنا. طيب يا جماعة الله يحفظكم، لسه المقطع ما له ساعات يعني، ولسه نحن في بداية التجربة. شربت الكاس الأول وباقي كاس ثاني وباقي كاس ثالث. يفترض أنه بعد أسبوع، بعد أيام، قد أسابيع كمان أنه تكون النتيجة. فأنا أوعدكم إن شاء الله إذا في تحسن في الأيام الأولى فراح أبشر الجميع. وهذا واجب صراحة بكل أمانة. أنت نزلت تجربة لازم تحكي للناس، لأنه في آلاف من الذي شاهدوا الفيديو وغير الذي شاهدوا يعانوا من هذا المرض. يفترض أنه أي تجربة تكون بأمانة أنه نشرها. فأنا مثل ما نشرت لكم الطريقة، أنا فقط مجرب، تجربة شخصية وليس تعميم. التعميم لغة الجهلاء، يعني قد هذا الشيء يفيدني وما يفيد غيري، قد العكس. فأنا أول ما تجيني نتيجة أو أول ما أحس بتحسن أو غير تحسن راح أقول لكم الحمد لله في تحسن، أو أقول لكم صراحة ما فادتني التجربة. لأني صراحة قبلها سويت برضو تجربة اللي هو الفصد، اللي هو فصد عرق النساء، في فيديو بحاول أنزله مرة ثانية وأشرحه. فبس إن شاء الله تخلص التجربة وراح أبشركم بكل أمانة. وأتمنى من كل واحد في وسائل التواصل أو في غيرها إنه ما يكون يفتي بدون علم. أنا قلت لكم تجربة شخصية بغض النظر عن مصدرها. نحن نتكلم الحين عن واقع، فأي شيء لابد أنه يكون له نتيجة وله أسباب، الشيء منطقي يعني. وبالنسبة للأعراض اللي جت بعدها، الأعراض بسيطة طبعا. شربتها وأنا يعني على الريق، ما أكل شيء قبلها. شربتها مثلا الساعة 10. المهم بعد 4 ساعات أكلت شوية كذا. خلال 4 ساعات ما أكلت شيء، وحسيت شوية غثيان مقبول. يعني أنت تأخذ كوب زيت أو دهن فمن الطبيعي أن يكون فيه غثيان بسيط مقبول جدا. بعد 4 ساعات وأنتم بكرامة جاء إسهال خفيف، وأكلت بعد 4 و5 ساعات أكل خفيف كذا عادي يعني، تغديت غدا خفيف. وخلال باقي اليوم جاني إسهال مرتين متقطع، إسهال عادي جدا يعني، وأنا ما أعتبره إنه عرض كبير. يعني أنتم بكرامة شيء طبيعي إنك تشرب شيء فيروح مجراه طبيعي. أنا كنت خايف صراحة إنه أثناء الدوام إنه يسبب لي مشاكل أخرى، لكن ما في أي مشاكل، على الأقل ما في مشاكل ظاهرة. قد إذا شرب هذا الشيء شخص كبير في العمر أو عنده دهون أو مشاكل أخرى، عنده قلب، عنده ضغط، عنده أشياء ما أعتقد أنه له علاقة. لكن أنا ماني دكتور عشان أفتي بهذا الشيء هذا يفتي فيه دكتور. بس تجربة كشاب أقل من 40 سنة أو أكثر، أو ما فرق العمر كبير، المهم ما عندك أمراض كثيرة، فما أتوقع في ضرر. وإذا كان في ضرر ما بيكون ضرر يساوي الألم. أتوقع الضرر بيكون عارضي خفيف. نسأل الله السلامة. والله أني أكلمكم ومو قادر أرجع للكاس أشربها، فالله يعين الحين أشربها، ودعواتكم الله يحفظ الجميع. بسم الله. قالوا اشربها مرة واحدة، شوية حارة والله، شكلي ما بقدر أشربها مرة واحدة، وإني خايف منها كأني خايف من شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي والله طعم غريب غريب غريب، مو بذاك السوء لكنه غريب. أول مرة أطعم شيء كذا غريب. يا رب الشفاء. بحاول مرة ثانية، كأنه دفعة واحدة أفضل. يا الله، هذا اللي كنت خايف منه إني أرجع مرة واحدة. الحمد لله. يا الله، وش ذا وش ذا، الله بس لا يحدكم عليه ولا على غيره. باقي كاس ثاني بكرة، إذا لقيت فرصة بصور التجربة الثالثة أو الكاس الثالث. وإن شاء الله بعد أيام إذا في تحسن بخبركم، وإذا ما في تحسن برضو بقول لكم. وبالنسبة للتحسن زي ما قلت لكم لسه ما يبين. طبعا نفسيا في ألم راح، لكن أعتقد أنه نفسيا
وليس واقعيا. يعني حسيت من أمس في الأمور تحسنت شوية، لكن أتوقع أنها نفسيا يعني. لكن أما شيء منطقي لسه ما جات النتيجة الكبرى. حفظ الله الجميع، وأشكر الجميع على التعليقات الطيبة والدعوات الصادقة، وإن شاء الله على خير.